التغير هو شيء أساسي، وكل إنسان فينا لازم يتغير بمرحلة معينة من حياته. صراحة كلش بستغرب من الناس اللي بتقول إنه هي بعمرها ما بتتغير وبتبقى نفسها، وبتخاف من أصلا إنه تتغير، وبتخاف كمان من الناس اللي بتتغير، لأنه بتفكر بس إنسان تغير فهو تغير إلى شيء سلبي وليس إيجابي، وهاي المعتقد كلش خطأ. مو كل تغير لازم يكون سلبي، ومو كل إنسان دا يحاول إنه يتغير لإنسان سيء، لا، لأنه نحن كلنا لازم نتغير. هاي وجهة نظري. أنا برأيي إنه كلنا لازم نتغير ونغير من نفسنا. صح في شغلات ما لازم تتغير ولازم تبقى، مثلا طيبة القلب المفروض هي تبقى وما تغيرها مع الوقت، ما تصير إنسان شرير وتكره الناس وتحقد عليهم من وراء كذا موقف صار معك. مثلا الأخلاقك لا تغيرها، ابقى أصلك. مثلا محبة الناس، أنت شلون تحب الناس لا تغير هذا الشيء. المساعدة، الوفاء، لا تغير هذا الشغلات. بس في معتقدات وأفكار عندنا لازم نغيرهم، عندنا أساليب لازم نغيرهم، لأنه الحياة إذا أنت ما غيرتهم الحياة راح تجبرك بيوم ما إنك تغيرهم، لو ردت أو ما ردت. وأنا من وجهة نظري إنه لازم دائما نحاول نكتشف نفسنا ونغير من أنفسنا، لأنه نحن الشغلات والأفكار والمعتقدات اللي عنا نحن جايبينها من المجتمع اللي كنا عايشين فيه. وهذا لا يعني إنه كل المعتقدات اللي عنا أو الأفكار اللي عنا إنه هي صحيحة. يمكن في شغلات تصير حياتنا، نحن ما لازم نبقى مستمرين على نفس الشيء، لازم نشوف شنو هو الشيء اللي فعلا يظل وما يتغير، وشنو هو الشيء اللي مفروض نغيره. وماكو شيء ترى مستحيل. اكو ناس تقول اني لا ما اقدر اغير نفسي، اني مستحيل اساليبي تتغير، اني حاولت وما دا اتغير، اني طبعي هيجي، اني خلقت هيجي. لا، مو صح. انت ما خلقت هيجي، انت عشت مع ناس، انت عشت بمجتمع اللي خلاك تكون هيجي. بس انت تقدر تتغير، تقدر تغير كل شي بيك، بس هذا قرارك انت، ولازم يكون عندك إرادة لحتى تغير هذه الشغلات فيك. أما أنك تقول ما فيني أو ما أقدر، مو صح. كلنا نقدر، بس لازم نملك الإرادة. وأني مثلا تحكي لكم مثال عني، أني كلش متغير عن قبل، أنا متغير عن السنين اللي راحت، أنا متغير عن الأسابيع اللي راحت. أغير من نفسي دائما، وما يهمني، ترى ما يهمني إذا حدا يقول لي أنت متغيرة عن قبل، أنت مو إنسان اللي أعرفها، أنت ليش هيجي صرتي. إذا أنا ما تغيرت بوجهة نظري أنا أعتبر نفسي جاهلة. إذا ما تغيرت، إذا بعد كل شيء دا أمر فيه من الحياة، بعد كل الدروس اللي دا تعلمني فيها الحياة، بعد كل شيء دا يصير معي بحياتي ما تغيرت، بمعناته أني مخي ما دا يشتغل. لازم نتغير. ترى كل يوم الحياة بتعطيك سبب لحتى تغير شيء معين، لأنه نحن بيومنا اللي دا نعيشها ياما بنمر بمواقف، ياما بنصطدم بالناس، ياما بنفرح، ياما بنشوف شغلات حلوة. حتى الشغلات الزينة اللي بتصير معنا بتغير شيء من عنا، بتغير فكرة من عنا. ترى ما فيك تبقى نفس الشيء. إذا أنت بقيت نفس الشيء بمعنى أنت ما عشت شيء، أنت ما فيك تصل مكانك. أنا كلش صراحة بستغرب لما بشوف ناس إنه هي نفسها ما غيرت أي شيء من عندها، وكل فخر بتقول إنه إيه أنا ما غيرت نفسي، أنا إنسانة مثل ما أنا ما أتغير على الناس اللي أعرفهم، وأني وفية. لا، مو الوفاء والإنسان الزين مو إنه ما يتغير. لا، فيك تكون زين وفيك تكون وفي وتتغير. فيك تغير أساليب من عندك، فيك تغير أسلوبك بالحكي، فيك تغير أفكارك، فيك تغير معتقداتك، فيك تغير عاداتك. يعني لأنه ياما عنا عادات ومعتقدات كانت تضر حياتنا. فلا تكون فخور بنفسك إذا أنت ما تغيرت. التغير هو شيء رئيسي وصراحة مهم،
واستغل كل فرصة بحياتك انك تغير نفسك فيها. والصراحة انا هذا الشي اللي دا اسويه. انا ما فيك تجي لحياتي تكون شايفني قبل سنة وتجي لحياتي هسه وتقولي انتي نفس الشي، ما في هذا الشي. انا بتغير وانا ما بتأثر اذا حدا قال لي تغيرتي، بالعكس هذا الشي فرحني. حتى لو الشخص المقابلي يقول لي اياها بطريقة انه ما عجبه، انه شي مو زين، انا بالنسبة لي لا، بالعكس من يقول لي انت تغيرتي افرح بهذا الشي، لانه فعلا اني تغيرت. اني فعلا اشتغل على نفسي لحتى اتغير واتعب على نفسي لحتى اغير هواي شغلات من عندي، وعندي ارادة قوية اني اسوي هذا الشي واشوفه شي ايجابي يعني حسب رأيي يعني. والمفروض انه كلنا نفكر هيك، لانه بس هذا الشي اللي يخليك تتقدم بالحياة. وماكو اي انسان بالكون يكون بيعرف كل شي، وماكو اي انسان بالكون بيكون كامل مكمل. نحن ابدا مو كاملين، والهيج لازم دائما نحاول نغير من انفسنا ونطور من نفسنا. والتغير هو اساس التطوير. اذا انت ما تغيرت ما فيك تطور من شخصيتك، ما بتزبط. لانه لازم اذا انت كنت رايد انك تتطور لازم تغير بعض المعتقدات اللي عندك، لازم تغير افكارك، لازم تغير اساليب حياتك، لازم تغير عاداتك، شغلات معينة بحياتك لازم تغيرها. غير حياتك وغير نفسك وغير الشغلات اللي ما بتعجبك قبل ما تجبرك الحياة انك تغيرها. كون صاحب ارادة وقوة.